الناس الغالية أهلا بيكم. النهاردة هنخلل مع بعض مخلل البصل. النهاردة هنعمل البصل الأحمر لأني ما لقيتش أبيض خالص في الحجم الصغير ده. هنعمل البصل الأحمر، والاتنين بيتعملوا بنفس الطريقة ونفس التخليل، والاتنين بيبقى طعمهم حلو في التخليل. غسلتهم كده بشوية مية من التراب، وبعدين حطيتهم في طبق كبير، وهحط عليهم معلقتين ملح كبار، وهنزل عليهم بمية مغلية، وهغطيهم لحد ما المية تبرد خالص. ولا هسيبهم يومين ولا 3، لحد ما المية تبرد بس. بعد ما المية تبرد هجيب أشيل بقى القشرة من عليه. بشيل الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت زي ما انتوا شايفين اهو، وبشيل القشرة بس كده. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي. وكده عملت اهو كل الكمية. وبعدين هعمل بقى معاكم المحلول اللي هحطه عليه ده 4 كوبايات مية، يعني لتر مية. على كل كوباية مية مج هحط معلقة ملح عادية من اللي احنا بناكل بيها. معلقة ملح على كل كوباية. كده اهو 4 كوبايات عليهم 4 معالق ملح، وبدوبهم. وبعدين ده فلفل اخضر واحمر ضرباه في الكبة بتاع الخلاط، هحط معلقتين. وبعدين هحط معلقة سكر كبيرة. معلقة السكر دي مهمة في أي مخلل. بس ودول 2 جزر مبشورين. 2 جزر مبشورين. وبعدين ربع كوباية خل. بس كده أنا عملت المحلول ده. بقى برطمان إزاز، ممكن تعملي في بلاستيك، المهم تغسليه كويس وتنشفيه وتعقميه بالخل، وتحطي بقى فيه البصل كله اللي انت عملتيه. وبتكملي بقى بالمحلول، تغطيه خالص بالمحلول، تغطي البصل خالص. وبعدين بتقفلي البرطمان بكيس مطبخ نظيف، وتقفلي عليه كويس اسبوع 10 ايام، تفتحي تاكلي منه عادي. احلى حاجة واسهل حاجة تعمليها بعد اسبوع 10 ايام تاكلي منه. يا رب يكون الفيديو عجبكم.